إذا راكِ حابة تتعلمي ديري ديول في هذا رمضان ولا حابة ديري مشروع وراكِ خايفة وما لقيتيش اللي يعلمك، ما تخافي أختي ما والو، راني هنا. الفيديو هذا ولا هذا الديول أنا تعلمتهم وحدي، حتى أنا كنت خايفة كيما نتوما وجامي درتهم وجامي خدمتهم، ونهار خدمتهم ما شاء الله. يعني صح في الأول يجوكم شوية صعاب، ولكن تتعلموهم وتولوا محترفين فيهم ويخرجوا لكم بهذه الطريقة. لا فورماسيون لا والو، صدقوني خدمتهم وحدي. شريت سنيوة وحدي وخدمتهم وحدي ودرتهم بهذه الطريقة وتعلمتهم وحدي في الدار، غير العزم والإرادة وانتي تتعلميهم وتديريهم ما شاء الله. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. طلعت عليكم اليوم بالفيديو نتاع الديول. انا الديول هذو درتهم كما قلت لكم وحدي في الدار وتعلمتهم وحدي، ما تعلمتهم حتى عند وحده وما درت حتى فورماسيون. يعني ما شاء الله فيديو يسحق منكم الدعم، يسحق منكم تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو بسم الله. انا شريت هنا كيلو نتاع سميد نتاع الميزان، شريته ب6000. جبت هنا الكيلو غربلته درته هنا في القصعه، درت شويه نتاع الملح وجبت الماء وبديت نطم فيه كيما نطم الفطير ولا الرخسيس، يعني ما طموهش يا طري وماشي يابس بزاف بهذه الطريقه. كنت الصباح كي نوض شمختو، من بعد رحت درت شويه هكا خليته يريح، خطيته بكيس بلاستيكي، درت شويه هكا خدمت شغلي وعاودت وليت ليه. هنا كي وليت ليه لقيته نطلق شويه، هنا نبدا ندلك فيه هذا الكيلو تاع السميد. والبنات ما تشوفوش تقولوا دليك وراح يدي، والله ما يتعب، ما يدي بزاف وقت يعني. برك يعني شويه اراده هذا ما كان. المهم هنايا نبدا ندير في الماء في يدي وندلك ونطريه، يعني ماشي كيما نديروا المسمن ولا غير ندهنوا يدينا وندلكوا بالعقل. ديري في يدك، يعني ديري هكا كمشه تاع يدك بهذه الطريقه، ديري فيها الماء، فرغيه وشربيه لهذاك السميد. واش ما كل ما يشرب لك انتيا عاودي ديري هذاك الماء في يدك وشربي له هذاك الماء، وهكذا حتى يطرى معاك السميد نتاعك. يعني تحبي بالدبزة، تحبي كيما تحبي، تحبي تخبطيه، تحبي كيما حبيتي تدلكيه. المهم هذاك السميد يرطب ويعطيك الوجه ويطرى معاك ويجي ما شاء الله. هنا البنات هنايا كي يتدلك الديول يجو رطبين، يجو شابين ويجو خفاف وشفافين. راكو شتو كيما نشرو ديول دي فوا يجونا نطول الحبة تاع البوراك تدقدق معانا. السبب تاع هذيك الحبة اللي تدقدق هما السميد يحطوه هكذاك يخلطوه يخلطوه شوية، ما يدلكوهش هكذا، ما يجيش رطب وما يديرش العلك هذاك عليها اللي هذوك الديول يجونا. ودي فوا نشروهم ديول يجون ما شاء الله. هنا بعد ما طريتها شوفوا انا راح نتيستيها، شوفوا هنا العجينة نتاعي راهي تتنحى من يدي، شفتوا كيفاش راهي تتنحى من يدي. هنا تقدروا ديروا بها ولكن تجي شويه ماشي شابع الماء، كما قلت لكم يجي يدكدك ويجي ماشي شابع الماء وما يجيش طري. كي العجينه تكون شابعه الماء الديول تاعو حيجوا ما شاء الله. هنا شوفوا هنايا شوفوا كيفاش هاولك الفرق، شفتوا بين الاولى كنت كي نطلقها نطلق هذه انا كي نطلقها تبقى في يدي هكا، كي نخدم بها لازم تكون تبقى تلصق في يدي ما تهبطش. بهذه الطريقة هنايا خلاص طميته وندردو في الصلادي ونخليه يرتاح شوية، يعني ماشي حاجة محاش يخمر ولا. المهم هذا هو قوامه يكون شوية طري. نخليه بجيه ونجيب نوريكم السنيوة نتاع الديول اللي شريت انا. هذه السنيوة البنات شريتها العام اللي فات، اول مرة درتهم العام اللي فات. كي عولت نخدمهم يعني وبزاف كل يوم تشري ديول، كل يوم راهي 8000 راهي تخرج لك الله يبارك كاش 250 ألف، ولا سورتو كي تكون عايلة ولا 300 ألف في الشهر غير الديول. المهم أنايا رحت درت الكوراج وشريت هذه السنيوة. قلت هذه تبقى إلى طالت الأعمار تبقى كل عام نخدم بها، يتسمى ماشي خسارة. شريتها ب450 ألف، يعني النوع ماشي الصغيرة كامل وماشي الكبيرة كامل، هذا المتوسطة، الحجم نتاعها متوسط. كي جبتها ما تغسلوهاش البنات، شفت بزاف فيديوهات في اليوتيوب ما تغسلوهاش ما ديروا لها والو، يعني مسحوها برك بقطره زيت، بقطره برك تاع الزيت ومن بعدك خدموا بها. دوكا نشوفوا كيفاش. هنايا عندي هذا الكرياج ولا هذا تاع الشباك هذا تاع الكويزينير، درتها عندها هذاك الحافه نتاعها، درت لها سلك منا وسلك منا طلعته فوق الحافه نتاعها، حكمت روحها ما تقبتها بمسمار ما والو، يعني ما شاء الله. من بعد هنا نجو للطابونه، انا هنا راح نصور معكم فوق الطابله، هي نورمالمون نخدم في الأرض ولكن نظرا لي ما كاش كيفاش. المهم جبت هنايا الطابونة درتها فوق الطابلة، غلفتها
عفوا بالبابي ألمنيوم هكذا باش العجين ما يسيحش فوقها. المهم درت لها سنيوة فوق سنيوة هكا باش السخانة ثاني ما تلحقش للطابلة. جبت هنا الصحن اللي رايحة نحط فيه ديول تاوعي، هذا فرشتلو بابي كويسون مدور هكذا على جال العرق في الطبسي باش ما يلصقوش في الطبسي. جبت هنا شيفونة تاع كوطون تاع تريكوت بو ولا يكون قديم مغسولة بيان سور. وهنايا باش نمسح بها سنيوة نتاعي. وهذا العجين نتاعي نحطو، ونجيب غرفية نتاع الماء ولا كسرونة ولا فاش حبيتي هذه باش ندير في يدي كي نكون رايحة نرفد العجينة، ندير يدي ندهنها بالماء ونرفد العجينة. هنايا جبت سنيوة هذه راح نحطها بالقرياج هذا الشباك هذا البنات. هنا انا عندي الطابونة شوية خارجين سنيها شغل ما حبش الكوان نتاوعها هذوك طالعين، ما حبش القرياج يلصق فوقها يعني شوية ديفيسيل. المهم هنايا شوفوا ديروا قطرة زيت في هذه قطرة، تعرفوا شنو قطرة؟ قطرة تاع الزيت في هذيك الشيفونة. ومن بعد تمسحوا السنيوة نتاعكم. انا راهي من العام اللي فات قلت لكم خدمت بها تسمى كيما نعرفوا نحاس ربي هذيك الخضورية. تمسحوا وتبقاو تمسحوا ما تزيدوش الزيت، هذيك القطرة تمسحوا تقلبوا الشيفونة وتمسحوا حتى تولي الشيفونة تاعكم بيضاء، ما تجيش هذيك الخضورية. من بعد شديت درت يدي في الماء شديت العجينة نتاعي، وهذه البنات هذه اول وحدة راح نديرها معاكم صدقوني والله اول وحدة قلت نديرها معاهم باش نفهمهم كيما جات. المهم انا العام اللي فات كي خدمتهم اول وحدة درتها تحرقت لي كانت النار بزاف طالعة، ثم طلعت جات مشقة ومدقدقة درت بيها الفايتين. المهم والثانية لصقت لي كي نقصت للنار جات النار باردة. ثانية لصقت لي اضطريت نحي السنيوة هذيك ونبقى نكرط فيها بهذيك المغرفة تاع الحطب حتى نحيتها. المهم ومن بعدك زدت نقصت للنار شوفوا حتى شديت ني الوضع نتاع النار ولا القيس نتاع النار سوا سوا. صدقوني خسرت واحد 6 ولا 7 ورقات ولا قريب رطل تاع السميد اللي خسرته وانا ندير ونعاود. العام اللي فات هذا كي تعلمت فيهم واللي شافوني يشهدوا له، هذه كاين ناس شافوني يشهدوا لا راهم يشوفوا الفيديو يشافوا الفيديو العام اللي فات درته وشافوه، يعني اللي شافوني يشهدوا لي. المهم هنا كي تبداو تحطوا في العجينه نتاعكم شوفوا راهي ما شاء الله العجينه النار راهي سوا يعني ما تزيد ما تنقص. هذه هي النار. حطوا ضربه قدام ضربه. من بعد اذا شفتوها في هذوك الحبيبات ضغطوا عليهم بيدكم، اذا شفتوا بلاصه خاصها لصقوها بهذيك في صح سخون لازم تكونوا خفاف. من بعد هي وحدها تتنحى وحدها وبهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها ما شاء الله شفافه الله يبارك. شوفوا أروع ديول تشوفوهم ما شاء الله. هذه هي نحطها في بلاصتها. هنايا بدلت لكم الوضع نتاع الكاميرا هكذا باش تشوفوا مليح. المهم تشدوا هذيك العجينة دهنوا يديكم ومن بعد تحكموا هكذا وحدة قدام وحدة وحدة قدام وحدة هكذا حتى تكملوا كامل الضربات هذوك وين ديروا العجينة. من بعد هنايا تشدوا العجين تاعكم اللي يسقف في يديكم زيدوا ترفدوا من الصحن هذاك وتبياسوا هذاك بلايص هكذا باش تجي الحبة كاملة مكملة، ماشي كيما اللي نشريوهم ساعات يجونا متقوبين يجونا مشقين يجونا يعني. بعد هنا شدوا عفسة حطب ولا أي عفسة مغرفة تاع حطب ولا المهم تكون تنحي لكم هذوك الأطراف اللي يكونوا هابطين على السنيوة. شوفوا كيفاش تتحصلوا على الورقة نتاعكم هكذا باش تتنحى لكم بكل سهولة. وهنا ديروا في الصحن وديروا كيس بلاستيكي من الفوق هكذا باش الديول تاعكم ما ينشفوا لكمش. هكذا البنات شوفوا بياسيو هكذا هذوك رقعوا هذوك البلايص هذوك رقعوهم بالعجين هكذا باش تجيكم الحبة شابة. جيبوا الملعقة تاع الخشب ونحوا هذوك الأطراف من بعد هي تنوض وحدها وحدها. وإذا شفتوها تلصقت لكم زعما لصقت لكم حبة وكررتوها يعني هذيك بالمغرفة تاع الحطة باش ما تتجرحوش السنيوة. من بعد كي تلصق لكم هنا ما لصقتليش سينو كنت نوري لكم يعني الله غالب العام اللي فات لي الفيديو لصقت لي. المهم كي تعلمتهم لي لصقت لي. المهم كي تلصق لكم الحبة وتكرطوها بالمغرفة تاع الحطب ولازم تساعفوا البنات باش تتعلموا لازم تساعفوا. المهم ديروا زيدوا ديروا قطرة نتاع الزيت في هذيك الشيفون نتاع القطن لازم كوطون ماشي نيلون كوطون. ومسحوا مليح هذيك الصينية وريقلوا مليح النار نتاعكم هكذا تخدموهم بكل راحة وبكل أمان.
هنا شوفوا أنا نحط، وليدي قال لي ماما نعاونك راهو يغلف لي في الديول بالبلاستيك. المهم البنات تخدموهم وانتوما عينيكم مغمضين. شوفوا المرة الأولى ما تنجحوش، المرة الثانية، المرة الثالثة شوية 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 حتى تولوا تخدموهم. لا فورماسيون، هذيك الفورماسيون اللي تروحوا ديروها روحوا شرو بها طاجين وخدموا الفورماسيون تاعكم في الدار وحدكم وبعينيكم. هكذا البنات حتى كملتهم الديول تاوعي، غلفتهم هنا. ومن بعدك هنا بعد ما صليت الظهر لاني بديتهم الصباح، جيت هنا نوريكم كيفاش خرجوا. شوفوا طرايا الله يبارك ما شاء الله، صدقوني خرجوا احسن من اللي نشريهم. انا اللي نشريهم ساعات مرة رميتهم لانهم مفتين ويتفتوا وحدهم، والله رميتهم. هنا هذوما شوفوا الله يبارك ما شاء الله، خفاف وطرايا وما عندكم ما تقولوا فيهم الله يبارك. شوفوا كي تكونوا تنحوا فيهم الورقة تتفصل على خدها بكل سهولة، ما يلصقوا ما والو، يعني ما شاء الله. هنا راني نحسب فيهم باش نشوفوا الكيلو شحال خرج لنا. هنا هذا الباكي الأول، وهنا راني كيما قلت لكم سرعت الفيديو باش نعرف شحال من باكي خرج لي هذا الكيلو نتاع السميد. والسميد وحده ما خلط له لا فرينه ولا هم يحزنون. هنا البنات شوفوا خرج لي هذا الباكي الاول، باكي الثاني، باكي الثالث، وكل باكي فيه 12، وهذا الباكي الرابع، وهذا نص، هذا فيه 7. ما نحسبوهم باكي ونص، هذو 7 ورقات وحدهم تسمى باكي ونص. شوفوا باكي ونص إذا تبيعوه مباشرة راح تبيعوه شحال 9000 8000، ما على باليش أنا شحال راهم يديروا. صدقوني أنا العام اللي فات ما شريتهمش، ما على باليش شحال راهم يديروا، لاخاطش العام اللي فات خدمتهم ودرتهم في المجمد وخليتهم حتى استعملت رمضان، وبقاو لي حتى رمضان وكي ندير العرضات وكامل دايما عندي الديول في المجمد. شوفوا البنات ما شاء الله شفافين الله يبارك. شوفي تقشي عليها مشوارة ماشي ورقة نتاع ديول، تضغط عليها على قد ما انت تضغطي على جهدك، ومن بعدك تفتحيها تتفتح معاك بكل سهولة وبكل راحة. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. يعني البنات كما قلت لكم كي تبيعوهم بشكل مباشر تبيعوهم شحال راهم يسواو. إذا بعتوهم للي عاود لهم البيع نقصوا 1000 راك ولا 1500 وبيعوهم. وصدقوني ديروا برك الكوراج وشروا الطاجين تاع النحاس هذاك وديروا به ديول، وما شاء الله ان شاء الله راح تربحوا على هذا الفيديو وتولوا محترفات في صنع الديول. انا كما قلت لكم درتهم العام اللي فات مرتين، المره الاولى اللي تعلمت فيهم، والمره الثانيه اللي درتهم باش كونجليتهم لرمضان، وهذه ثالث مره راح نديرهم، يعني 3 مرات فقط. شوفوا كيفاش يخرج هذا الجمال ما شاء الله. ديروا برك الكوراج كيما انايا وخدموهم وفرحوا رواحكم. شكرا لكم جميعا، مع السلامه والسلام عليكم.